السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الحاجات الحلوه دي فطاير بالجلاش، بورق الجلاش تحفه جباره بجد رهيبه. انا مامة مودي، دي قناتي مطبخ مامة مودي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك. تعالوا بقى نشوف الاختراع ده هنعمله ازاي مع بعض. طبعا مش اختراعي انا، يعني هو حلو جدا لدرجه ان هو يبقى يتقال عليه اختراع. طبعا انا هحشيه شاورما، انت ممكن تحشيه اي حاجه. ممكن تحشي جبن، بس طبعا شاورما احنا عاملينها مع بعض قبل كده. بجيب بصل، انا بحط البصل الاول، بعد كده بنزل عليه بالشاورما، بالفراخ اللي انا مقطعاها شاورما، وبديها تشويحه كده في اي ماده دهنيه، وبعدين بضيف البهارات الشاورما بقى والتوابل بتاعتي كلها. تمام. هكتب لكم برضو مقاديرها في الصندوق الوصف. طبعا معايا بقى جبنه موتزاريلا، ومعايا جلاش، دي لفه جلاش، ودي سمنه بلدي، علشان بس هطبطب كده على ورق الجلاش بيها. تمام. بجد تحفة حلوة قوي وسهلة جدا. طبعا انا جبت ورقتين جلاش ودهنتهم، وهبدأ بقى احط فيهم الحشو بتاعنا. باخد حبة شاورما كده واحط عليها حبة جبنة، وبعد كده بقفلها. التقفيلة دي بقى هتشوفوها دلوقتي. هي كانت محتاجة تتظبط شوية عن كده، بس انا ما عجبتنيش القفلة دي الصراحة. خليته كتير كده من جنب، ومن الجنب التاني كده خفيف، لا ما عجبتنيش. هعمل بقى معاكم التقفيلة العادية بتاعتنا، بس انا حبيت احط موتزاريلا من تحت، واحط جواها الحشو الشاورما، وبعد كده احط حبة موتزاريلا تاني من فوق، وبطبطب عليها كده بالسمنة بلدي زي ما انتوا شايفين. بس دي حاجة سهلة جدا وسريعة قوي، وبتطلع مظبوطة، يعني بتطلع الفطيرة مظبوطة معاكي. بجد فطير الجلاش دي حاجة حلوة قوي، سريعة منجزة. انا كان المغرب اذن وما كنتش لسه عملت حاجة، فهم اختاروا ان انا اعمل كده. انا عامله معاكم بقى قبل كده فطيره الجلاش. الجلاش ده بنعمل منه حاجات كتير قوي. فطير مشلتت بنعمله من الجلاش. عملت معاكم فطيره محشيه لحمه مفرومه ومحشيه سوسيس قبل كده برضو من الجلاش. فورق الجلاش ده ممكن نعمل بيه اختراع، يعني اختراعات كتيره قوي. ممكن نعمله زي الكريب، ممكن نعمله زي بدل العيش السوري. حاجات كتيره قوي في الجلاش نعملها بجد رهيب. طبعا انا عملت الكميه دي، وطبعا تسويته سهله جدا. في اي جريلايه عندك كده، وبتحطي فيها حبه زيت بتسخن، وبعد كده توطي عليها وتنزلي بقى طبعا كل حاجه معاكي مستويه، ورق الجلاش ما بيستحملش، يعني بيستوي بسرعه. تبدا الجبنه تسيح، احنا عايزين بس الجبنه تسيح، لكن الشاورما معانا مستويه. تمام. شايفين الجبنه ساحت وعامله ازاي، وشايفين لونه عامل ازاي. دي كاميرا التليفون ما فيهاش اي فلتره، بجد تحفه حلو قوي. تعالوا نكمل بقى بقيه الكميه دي. بقى انا حبيت اخر كام واحده كده، حطيت فيهم طماطم. طعم الطماطم كان رهيب جواه. الطماطم مش مستويه قوي، ولا لسه طازه، يعني كده طعمها حلو قوي، اللي هي بين البنين كده. بجد كانت جميله قوي. اللي كانت محشيه طماطم دي كان حلو قوي، اللي كان فيه طماطم. طبعا بيبقى عندنا ورق جلاش لازم فيه حاجه مكسره، فطبعا مش هنرميه يعني. فبصوا زي عملت زي ما انتوا شايفين كده، جبت الحاجات المتكسره ولضمتها كلها في بعضها كده. وبرضه عملت نفس الحكايه، نفس الحشو، وحطيت فيها طماطم. بجد كانت حلوه قوي وسريعه، يعني سريعه قوي، ما خدتش مني وقت. جربوها بجد حلوة قوي، هتعجبكم جدا. ممكن تحشوها اي حاجة، ممكن تحشوا جبن، بس ممكن تحشوا لانشون، سوسيس، لحمة مفرومة، اللي عندكم. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ بجد رهيبة. الجبنة مطتها كانت فظيعة. الجبنة اهم حاجة نوع الجبنة، بجد بيفرق حلو قوي. وده اللي فيه طماطم، بس الحاجة سخنة موهوجة، مش كنت عارفة امسكها. انا بمسك الساندوتش بالعافية. عملت الكمية دي كلها، بس دي مش من لفة جلاش واحدة، دي لفة، واخدت 4 ورقات تقريبا من اللفة التانية. بس عشان انا بجيب الجلاش من عند الفطاطري، ما بشتريهوش من السوبر ماركت او من، لا ده اللي هو اللي بيبقى طازة، ده تحفة. بيبقى اللفة فيها حبة كده حلوين، وبيبقى الورق الجلاش رهيب، كأنه لسه معجون دلوقتي. بجد بيبقى تحفة، احسن كتير من بتاع السوبر ماركت. جربوها وقولوا رأيكم. يلا بقى، سلام عليكم.